خليني أقول لكم قصة حلوة، قصة حلوة واقعا، مو أنه قصة من قصص ألف ليلة وليلة، لا لا لا، واقعية. أكو خطيب، اسمعوا جيدا شباب، خطيب معروف، أنا سامع إلى بعض يعني أشرطة، كان أشرطة قبل 40 سنة أنا كنت أسمعهن، أشرطة قصيرة يعني أشرطة كاسيت. خطيب اسمه الشيخ أحمد الكافي، الشيخ شو اسمه؟ أحمد الكافي. هذا توفى يعني قبل 43 سنة، ضربته سيارة، وعلى حال يقال أنه قتله اغتيال، يقال، بس هو بحادث راح الرجال إلى دار حقه. وكان خطيب عجيب، خطيب محب لصاحب العصر والزمان، وعاشق لسيدنا ومولانا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان منبر أكثر في هذا الاتجاه، تقوية ارتباط الناس بالإمام الحجة. على أي حال شهرته كانت كبيرة جدا، وهو من أهالي خراسان، أهالي مشهد. الناس هو يحبوه، لما يجي إلى مكان ما شاء الله المجلس عامر. وكان يروح أي مدينة يسوي شلون حسينيات، هو كان يسوي مهدية، ما يسوي حسينية، مهدية يعني باسم الإمام المهدي، تقام فيها المهدية، تقام دعاء الندبة وأدعية التوسل وزيارة عاشوراء، زيارة كذا، مكان إنصافا لذكر أهل البيت وشعائرهم. هو ينقل، هو الشيخ ينقل، يقول أنا الناس قاموا يراجعوني هواية، هذه خابر، طبعا تليفون ما كان موبايل، تليفونات أرضية، يخابرون شيخنا فلان مسألة، شيخنا كذا، ناس يجوني إلى البيت. فيقول كثرة الناس رجعوا إلي يعني بعد حسب تعبيره، يقول تعبت. فاليوم من الأيام، اسمعوا جيدا إخواني، واقعا معبرة، وأنا هاي القصة هزتني شوية، أنا شخصيا اهتزيت يعني إنصافا. يقول يوم من الأيام أنا نايم كلش هم متعب، نمت متأخر، دقوا الباب علي وهو نائم، يقول دقوا الباب علي طاق طاق طاق، يقول أنا نايم بالسطح إلى أن أنزل، يقول إلى أن أنزل بالدرج، باوعت الساعة، شفت الساعة الساعة 2 بالليل، وهذا يدق الباب. يقول أنا دايخ وتعبان بالطريق، يعني أثناء نزولي من السطح، قلت شنو السهاي، شنو هالطريقة هذه، شنو يقول بديت أتذمر وأتنفرز بهالحالة هذا، إنه شنو هذه، شنو هالأذية، شنو هالمشكلة، الناس ليش ما يرحمونه، شنو يعني بدأ يلوم نفسه على هالمشكلة هذه، أنه شنو ساعة 2 تجي تدق الباب. يقول نزلت وأنا ضايج، فتحت الباب شفت رجال، السلام عليكم شيخنا، شلون أحوالكم شيخنا؟ قلت له تفضل حياك الله، تفضل. وأنا متعب وأنا مالي خلق، ما استقبلت أهلا وسهلا حياك الله، لا تفضل. شنو؟ قال شيخنا هذا أبو بيتي يريد إيجار من عندي وأنا ما عندي، وباكر راح يذب أغراضي بالشارع، باكر يذب أغراضي بالشارع، شو أسوي؟ الله يخليك شيخنا. يقول أنا بقلبي، هو الشيخ يقول أنا بقلبي لا أنا تاجر، لا عندي فلوس، لا هذا شنو الساعة. قلت له ما يخالف، باكر روح للسوق، روح للسوق فلان حج فلان يبيع زوالي، يعني الشيخ يعرفه، مثلا هو قايل له يا شيخنا أي واحد يجي محتاج دز لي إياه مثلا، روح لفلان قول له شيخ أحمد دزني، هو يقضي حاجتك إن شاء الله، يلا في أمان الله في أمان الله. انتهت. الشيخ يقول رحت نمت. اخواني ترى انا مو طبيعتي اذكر احلام وهالسوالف، انا مو اصحاب الاحلام واضوج من الاحلام، اي واحد يخابرني يجيب حلم راسا اقول له انا مو شغلي، بس اكو بعض الاحلام نبوءه واقعا، بعض الاحلام الهام. يقول الشيخ احمد الكافي الله يرحمه، يقول رحت نمت وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، قال لي يا أحمد، يا شيخ أحمد، يا أحمد، هالشكل تعبير، يا شيخ أحمد إحنا نحول الناس إلك
وإذا الضوج وما إلك خلق ترى نحولهم على غيرك. ها، وإذا شوف نفسك أنت تتململ وتتضجور، ترى أكو هواية ناس غيرك، بس إحنا حبيناك وجبنا الناس إلك وحوائجهم عندك. يقول أنا جلست من النوم مفزوع وتائب إلى الله أن يا ربي خلاص بعد أنا ما أبين امتعاضي، ما أبين كذا. واقع هالشكل إخوان، واقعا هالشكل. بعض الأحيان رب العالمين يختارك على أن تكون محط آمال الناس، يختارك أن تكون محط قضاء حوائج الناس، باب. شوفوا شو إخواني، أنت لما تروح للإمام جعفر الصادق السلام عليك يا مولاي يا باب الحوائج، وشي حوائج المؤمنين، أبي الفضل العباس، الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم، باب. رب العالمين بعض الأحيان يختارك أنت باب حوائج الناس، باب حوائج المؤمنين. وأنا الآن أذكر شيئا وقد أدري ما يقبل صاحبه أن أقول. مثلا الله يحفظ بعض الإخوان الأمناء المتولون على العتبة الحسينية، العتبة العباسية، الله يحفظهم. كم من حوائج الناس يقضوها، كم من المرضى يتحملون عملياتهم، علاجاتهم، قضاياهم انصافا. فشي مهول، يعني الناس اللي ما يقدرون واقعا ما يثمنون. بس روحوا شوفوا مئات الملايين يمشون علاج الناس. هذه باب رحمة الله قد تكون أنت أيها الأخ، باب حوائج الناس أنت قد تكون في وقت من الأوقات، سواء شيخ عشيرة أو سواء رجل دين أو خطيب أو أستاذ أو مسؤول أو برلماني، ما أدري أي واحد الله ينطي وجاهه ويعطي عليه حال مقبولية ونفس الوقت إيمان وتقوى، رب العالمين يجعل حوائج الناس إليه. فشوف الروايات، من كان في حاجة أخيه المسلم، من كان في حاجة أخيه المؤمن المسلم كان الله في حاجته. ما كان في حاجة، يقول ما دمت أنت في حاجة أخيك المسلم الله يتكفلك، الله يتكفلك. وأنا من بعض الأحيان أقول لرب العالمين، أقول يا رب يجون الفقر أخوانا ما عندي شو أسوي واقعا، أنت رتبها. وأدعو الله دائما اللهم أجري على يدي الخير للناس، دائما دعائي هذا. بس يا ربي لا تفشلني، يجون الناس أنا ما عندي أنطي، يجون كذا أنا ما عندي عليه حال قابلية. فاجعل القابلية، اجعل الأمور التي يمكن أن نلبي حاجات المؤمنين. من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله 9000 سنة صائما نهاره قائما ليلا.